لا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك لنستمر في تقديم أجمل القصص. في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت أم المؤمنين عائشة مع الجيش. ولما توقفوا للراحة، ابتعدت قليلا، فلما رجعت وجدت القافلة قد رحلت، إذ ظنوا أنها في الهدج لخفتها. بقيت وحدها حتى مر الصحابي الجليل صفوان بن المعطل، فعرفها وأنزل راحلته احتراما، واصطحبها حتى دخل المدينة. هنا بدأت الفتنة. المنافقون استغلوا الموقف، وأطلقوا إشاعة خبيثة طعنت في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت عائشة أياما ومرضت، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي. وفي يوم مشرق نزل الفرج: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. آيات بينات تبرئ عائشة، وتكشف كذب المنافقين، وتجعل من الابتلاء رفعة، ومن الظلم نورا يشهد له التاريخ. هكذا أعلنت السماء الحقيقة، وبقي الطهر طهرا لا تطفئه الظنون.